هسألك بسرعة برضو، امتى اسيب الشغل؟ يعني امتى اقول انا لازم امشي من الشركة دي، خلاص انا كده تمام؟ طيب نجاوب على السؤال ده بطريقه تانية، ان احنا لازم نعرف المعايير اصلا اللي بتخلينا، ايه اللي يخلينا نمسك في الشغل، وايه اللي يخلينا اللي زي نسيب حضرتك الشغل. اللي احنا نسيب الشغل. لا، اول حاجه في المعايير بتاعتنا بيئه الشغل، البيئه اللي انا شغال فيها، الشركه، المدير، الموظفين، انا مستريح ما قلتليش نفسيا. المرتب. لا لسه، ما انا هجاي يعني والله، انت، انا جاي. كنت متخيلة اول حاجة المرتب. لا انت ما لا لا جيتش. لا لا، اول حاجه بيئه البيئة. العمل اللي انا شغال فيها، من مدير لستاف موجود لجو عام في الشركه. الحاجه الثانيه، الشغل بتاعي فيه انا بتطور فيه، بتعلم فيه، في اكسبيرينس بتزيد، في خبرات بتزيد، في ترقيات بتجيلي في جوه الشغل. الحاجه الثالثه السالري، المرتب. اخر حاجه هنفكر فيها المرتب. ياه. ليه بقى؟ لان انا البيئه لو كويسه، علاقتي كويسه بالتيم اللي موجود معايا ومديري، في سبورت، بتلاقي نفسك اوتوماتيك بتروح النقطه الثانيه، اللي انت بتتطوري من نفسك، بيحصل لك ابجريد، تطور، صح، عندك حق. وبتروحي بجري بتترقي. بجري. بتترقي، فبالتالي ده هينعكس على المرتب، مرتبك هيزيد.